سيتفضل السيدان الوزيران بالتوقيع على مجموعة من الآليات والاتفاقيات القانونية. أول اتفاقية تخص اتفاقية إلغاء التأشيرة المفروضة على حاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية. الآن السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية، والسيد خابير إدواردو مارتينيز أتشا فاسكيز وزير العلاقات الخارجية لجمهورية بنما بالتوقيع على الآليات القانونية التالية. الآلية الأولى تتعلق بالاتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية. الآلية الثانية عبارة عن خارطة طريق للتعاون للفترة ما بين 2025 2027. الآلية التالية عبارة عن إعلان مشترك. Y ahora los dos ministros van a proceder al canje de notas relativas a la aplicación de los acuerdos. من دواعي الشرف أن أكون هنا بين ظهرانكم في أرض المغرب، وهذه ثاني زيارة أقوم بها للمغرب. في المرة قمت بزيارة لمدينة طنجة وقرأت كل الروايات المتعلقة بمدينة طنجة، وبعد أن شاركت في هذا اللقاء المثمر الذي أكد مرة أخرى العلاقات وقوة العلاقات التي تجمع بين بلدينا، من المهم جدا أن يكون إلى جانبي وزير كفء وقادر على القيام بالشيء الكثير وقال كل شيء. هنا أود أن أشكركم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي حظينا بها منذ اللحظة الأولى. شكرا سيدي الوزير، لقد حظيت باستقبالكم سيدتي السفيرة، حظيت باستقبال موظفي البروتوكول وأشكركم على هذا الاستقبال. وأيضا أود أن أتكلم أيضا عن الجانب الأهم بالنسبة لكم، بالنسبة لجلالة الملك وللشعب المغربي. فيما يخص قضية الصحراء، فجمهورية بنما تثمن الدينامية البناءة التي تم وضعها تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. بنما بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة أكدت على ضرورة الوصول إلى حل نهائي وذي مصداقية، وبالتالي ففي هذا السياق جمهورية بنما تؤكد مرة أخرى دعمها للمقترح المغربي الخاص بمقترح الحكم الذاتي الذي تم تقديمه سنة 2007 وهو الذي كان موضوع قرار لمجلس الأمن، وهذا هو الحل الوحيد الذي يتميز بالمصداقية والواقعية من أجل إيجاد مخرج لهذا النزاع. وهذه هي القاعدة الوحيدة لإيجاد حل لهذا النزاع. وجمهورية بنما وتحت لواء الأمم المتحدة ستبقى دائما الفضاء الأمثل لجمع كل الأطراف المعنية من أجل بلوغ حل سلمي يدافع عن المبادئ الخاصة بحل نهائي ودائم. بنما تدعم مرة أخرى جهود الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في صحراء المينورسو، وأيضا المجتمع الدولي في مجهوداته الرامية إلى إيجاد حل لهذا النزاع. الأطراف أكدت على التزامها بمختلف المبادئ المتفق عليها من قبيل احترام الآليات متعددة الأطراف واحترام السيادة والوحدة الترابية لكل الأطراف. وبالتالي فالسيد الوزير تكلم عن ما
وصلنا إليه من إنجازات خلال هذا اللقاء، فنحن عندنا مجموعة من أوجه التشابه. هناك استثمارات في الموانئ وفي الربط السككي وفي البنية التحتية الطاقية والمستشفيات، والهدف هو توفير الرفاهية لشعوبنا. إذن أنا هنا سأنهي حديثي في إطار البروتوكول، والآن أتكلم بصفة خبير فقط، وأتكلم من القلب. وأود أن أقول رغم أن هناك محيطين يفصلان المغرب عن بنما، إلا أن اللقاء كان لقاء صادقا، وكان هناك تفاهم متبادل، وكان هناك احترام متبادل بين المغرب وبنما. المغرب وبنما في يومنا هذا يضعان اتفاقا سيدوم إلى الأبد، وإن الأمتين تحترمان بعضهما البعض في إطار علاقات تتجاوز العلاقات الرسمية، وهذه العلاقات تقوم على الثقة السياسية، على الحوار الدبلوماسي، الحوار بين الأصدقاء، الحوار الهادئ والفعال، وهناك تبادل بالمعارف الذي سيثرينا معا. وفي نفس الوقت هنا في الرباط أود أن أشكر الدعم الذي تحظى به بنما من المغرب ومن معالي الوزير، حتى تفهم أوروبا أن بنما لا يجب أن تكون في تلك القوائم. هذا المجهود هو مجهود صامت، ولكن هو مجهود صادق. شكرا من صميم القلب على هذه المجهودات. إن بلدكم بتاريخه الذي يضرب بجذوره في القدم مهم جدا. أنا كنت في المدينة العتيقة في مراكش واستمتعت كثيرا. لم أتوقع في يوم من الأيام أنني سأحمل أفعى بين يدي. وبلدكم يلعب دورا رياديا في المنطقة، وأنتم أعطيتم مددتم يدكم إلينا بكل نبل، وشكرا لكم. إن بنما هي أرض التنوع وأرض الاحترام المتبادل، وتجاوبنا مع مبادرتكم. وأود أن أقول من مكان هذا أمام مواطنيكم أن في بنما هناك تعايش سلمي، وهناك انسجام بين الديانات الثلاث. نحن نعلم بأن المغرب أيضا هو بلد يناضل من أجل السلم والتفاهم، وهناك مجموعة من القيم الأخلاقية العالية. ونحن نعلم أن المغرب يمكن أن يحدد مستقبل شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويأخذ بيد إلى طريق السلام. إذن نحن أيضا في بنما بلد الحوار وبلد التفاهم. فيما يخص المجال السياسي نحن نتفق على قيم الاستقرار والحوار، وأيضا ضرورة التأسيس للسلم في العالم. يجب أن نتكلم جميعا عن السلم. من المهم جدا أن تتوقف البنادق. وفي المجال الدبلوماسي فسفاراتنا هي أكثر من مكاتب، هي فضاءات للاستماع المتبادل، للحضور الفعال، للتعاون الجدي. وفي المجال الثقافي فتحنا مجموعة من النوافذ داخل أرواحنا، والمجال الثقافي يمتد من المطبخ إلى الأدب، من الموسيقى إلى الإيمان المطلق بإنسانية الطرف الآخر. وهنا أود أن أقول ما قلت للسيد الوزير، فالأحسن مكان آكل فيه في بنما هو بيت السيدة السفيرة. إذن التعاون بين أمتين ليست فقط تقنية، وأنتم تكلمتم عن هذا الأمر سيدي الوزير. نحن نتكلم هنا عن التعاون في مجال الأمن المؤسساتي، وأيضا عندنا أيضا هناك تعاون عاطفي بيننا. وهذا التعاون يبنى عندما يعجب طالب
بانامي بمدينة فاس، أو عندما يكتشف رجل أعمال مغربي قوة قناة بنما. وأيضا لا ننسى حرارة مواطنينا، وهذه الحرارة تتعزز أكثر عندما نعترف بعلاقة الأخوة التي تجمع بيننا في إطار التنوع، وأيضا كحلفاء من أجل العدل، وكأصدقاء من أجل الأمل، وكدولتين تتطلعان للسلم. إذا نحن نحتفي بعلاقة الصداقة، ولا سيما في سياق الاضطراب كالذي نمر به الآن. فالعلاقات الصادقة بين المغرب وبنما تكون عبارة عن سراج يهتدى به في طريق الاحترام المتبادل والعلاقات الإنسانية، وأيضا البحث عن السلام. سنواصل المسيرة معا جنبا إلى جنب. ليس هناك محيط يفرق بيننا، بل هناك جسر يجمعنا. شكرا للمملكة المغربية الصديقة التي فتحت أبوابها لنا. أشكر جلالة الملك محمد السادس، وأشكركم سيدي الوزير المعي. شكرا على نصائحك، وشكرا للسفيرة الكبيرة. باسم السيد الرئيس مورينو، وباسم بلدي، وباسم شعبي، أقول بأن بنما ستواصل هذه العلاقة بكل صدق ومحبة. وأقول بصدق وأقول أن بنما تحيي المغرب تحت أشعة الشمس العسلية. شكرا على حسن الاستقبال الذي حظينا به أنا وزوجتي والوفد المرافق لي. وأيضا أود أن أتقدم بجزيل الشكر لكم، هو شكر دائم وموصول. شكرا لكم.